السلام عليكم مشاهدينا ومتابعي قناة عيش شوف. رجعنا لكم بحلقة جديدة. اول حاجة كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم على الفيديو الاخير، اللي صراحة قريت التعاليق ديالكم كاملين، التعاليق الايجابية وحتى كانوا شي تعاليق سلبية من عند الاخوان الجزائريين، ما بغيتش نمسحهم، بغيت نخليهم بالعكس، حنا كنتقبلوا الراي والراي الاخر. يعني اللي دخلتو تشوفوا غتلقاو كاينين جميع التعاليق، ما مسحتش حتى شي تعليق، غير زعما الوجهات كيعبروا على وجهة النظر ديالهم وتحترم حتى هي، وحنا عندنا وجهة نظر يعني الاختلاف لا يغير في الود قضية. المهم باختصار الحلقة ديال اليوم غادي تكون عبارة على جوج ديال القصص اللي عزلت لكم من الناس اللي رسلوا ليا. عزلت واحد جوج ديال القصص لقيتهم كيتشابهوا، غير هما وحده بصيغه ديال المؤنث وحده بصيغه ديال المذكر، اما الجوهر ديال القصص فهما بجوجهم كيتشابهوا. داكشي علاش اختاريت العنوان ديال الحلقه ديال اليوم. اللي اختاريته انا هو التضحيه في سبيل الحب، وما كرهش نتوما الا بان لكم زعما شي عنوان اخر يجي مناسب للفيديو خليوه ليا في التعاليق. نبداو على بركه الله. نبداو كما كيقولوا لي فام دابو. غادي نبداو بالقصه ديال السيده اللي حكات لي القصه ديالها. هي امينه، عندها 25 سنه، كتعيش في مدينه الرباط. غيرت الاسم وغيرت المدينه على حسب الرغبه ديالها. هي واحد البنت اللي في العشرينات، وبنت يعني جميله، ومن عائله اللي ميسوره الحمد لله وعايشه بخير. تعرفت على واحد الشاب اللي حتى هو تقريبا في العمر ديالها، كان كيكبر منها بعامين على حسب ما حكات لي امينه. وقالت لي تعرفت عليه وقضات معه واحد المده ديال التعارف اللي تقريبا شي عام وهي كتعرفو. تعلقات به، ولات كتبغيه السيده، ولات كتبغيه بزاف. وهو داك الولد حتى هو من عائله ميسوره، ولكن والديه بحال كانوا باغيين يزوجوه بواحد الانسان اخرى من العائله ديالهم، وهو كان كيبغي هذيك الانسان على حساب ما كتقول. المهم حتى لهنا كلشي مزيان، السيده كتبغيه هو كيبغيها، دوزو عام مع بعضياتهم. حاول الدري باش يقنع والديه باش يجيو يخطبوا ليه. الوالد ديالو صراحه ما بغاش، الوالده ديالو حتى هي ما بغاتش، ولكن الدري صمم باش يمشيو يخطبوا ليه هذيك البنت. وهما قالوا ليه بحكم انك انت ما خدام ما ردام، يعني الا بغيتي دير شي حاجه دبر راسك، حنا ما غادي نعاونوك في والو. ما بغيتيش البنت اللي حنا اختارينا ليك، دونك ما غاديش ماديا ما غاديش ندعموك وما غاديش نعاونوك. هاد الدريه بحكم انها كتبغيه، هي كما قلت لكم في الاول ديال القصه، هي دريه ميسوره، يعني من عائله ميسوره. خدات الفلوس، شرات راسها داك الدهاز اللي كيدهزوا به العرسان، يعني خدات كاع داكشي اللي غادي يحتاج الدري باش يخطب الدريه. كما كتعرفوا الخطبه في المغرب خصك ضروري دي شي حاجه ديال الذهب، دي بوكي د فلور، تجي معاك شويه ديال الشكلاط، شويه ديال داخل عند الناس، يعني تعرف يعني كيخصك زعما دير لو جيست. فوالا هي مشات مسكينه، شرات كاع داكشي اللي الكادوات اللي كيدخلوا العرسان، عطاتهم العشيق ديالها باش يجيبهم معاه، اللي غنقولوا خطيبها. صافي الدري خدا داكشي من عندها وجا ودخل ودار لو جيست قدام العائله ديال البنت، زعما كيبانوا بانها راه الخطبه عاديه، يعني ما بان حتى شي مشكل في الخطبه. صافي خطبوا، ركبوا الخاتم كي كيديروا الاغلبيه ديال العائلات، تفاهموا على النهار اللي غادي يكون فيه الصداق من بعد شهر باش يديروا لاكت دو مارياج. المهم حتى لهنا كلشي مزيان. المهم في الدخله بعدا في الخطبه كانوا شويه ديال كي غنقولوا الحزازات بانوا في الخطبه، ولكن بحكم ان الدري كيبغي الدريه والدريه كتبغي الدري، الوالدين يعني ديال الطرفين تغاضاو على المشكل. واخا العائله ديال الولد كي قلت لكم ما كانتش موافقه على هذا الزواج هذا، كانت باغا ليه بنت اخرى. فوالا داز الشهر، الدري رجع غير بوحدو، ما رجعوش معاه والديه باش يتكاتب مع الدريه. تكاتب معاها، الوالدين ديالها ما عجبهمش الحال بطبيعه الحال، يعني كيفاش هاد الناس هادو جاو يخطبوا ما جاوش لعقد القيران. كانوا غادي يديروا واحد العرس كبير، صدقوا دايرين غير داكشي غير في الدار، يعني بحكم ان العائله ديال الدري صافي بحال انسحبات من
من الاول. يعني كان القرار ديالهم هما واضح، هما رافضين هذا الزواج هذا قطعا. يعني ما بغاوش امينه. وامينه ضحات على قبل الراجل ديالها. كما قلت لكم هي كانت ميسوره واحد شويه، بحكم انها غير هي اللي عند والديها، ما عندهاش خوتها، يعني هي الوحيده عند والديها. كانوا موفرين لها بزاف ديال الحوايج، وكانوا شارين لها واحد البارطمون وكاتبين لها بسميتها، دايرين لها واحد البروجي ديال صالون ديال الاستيتيك. المهم الدريه تبارك الله خدامه مزيان. يعني هي ما محتاجاش للراجل زعما باش يخدم عليها، تقدر هي تحل الاسره. المهم كي قلت لكم هي كتبغي داك الولد، ضحات معاه بالغالي وبالنفيس كما كتعاود ليا. قالت لي مني تزوجنا مشينا سكننا في داري، سكنت انا وياه في داري. مو ما كتجيش عندنا، بوه ما كيجيش عندنا. الدري ما بغاش يخدم، بقى غير ناعس في الدار كيتسنى امينه تعطيه الفلوس، يعني تمشي تخدم وتجيب ليه الفلوس. اكتشفات فيه شي حوايج اللي خايبين. السيد كان كيقمر بزاف، هي ما كانش كتعرفو كيقمر السيد. يعني كان الفلوس اللي كياخذهم من عندها كيمشي كيخسرهم في القمر، وكيدخل للدار يعني الوقت معطل بزاف. واكتشفات بانها كدوز واحد الجحيم في الزواج. وهي بحكم انها كتبغيه تغاضات على هذا الشيء كامل. بقات معاه حتى لدرجه انه طلب منها باش ما تبقاش خدامه في الصالون. قال لها داك الصالون الخدمه ماشي مشرفه، ماشي كيخدموا غير دوك العيالات اللي ما مزيانات. وكتعرفوا هذيك الهضره اللي كيبغي يدير شي سيد زعما الحكام. هو كانت الغايه ديالو حاجه اخرى، كان بغى يبيعها المحل باش ياخذ لها فلوسها. وداكشي اللي طرا في الاخر. بقى عليها حتى باعت المحل ديالها وبركت في الدار. قال لها انا دوك فلوس غادي نشدهم، غادي ندير بهم واحد البروجي. شد تقريبا باعت المحل ديالها بشي 65 مليون على ما عاودت ليا. و عطاتو ديك 65 مليون. هي كانت حملات معاه، ولدات وليد. يعني بقات في الدار كتقابل ولدها، هو شتا ديك 65 مليون. قالت لك في الاول السيد كان كيجي كيدخل بيدو عامره، وداك الشيء كتعرفوا كما كيبين ليها زعما الخير. المهم مشى ضرب السيد تقريبا عام، خسر الفلوس كامله، ما بقى عنده والو. جا وقال لها غادي نبيعوا الدار. هي رفضت في الاول، وبحكم انها كتبغي، وقال لها انا راك درت التداول وكذا، والفلوس ديالي مشات. دابا راه غادي ندخل مع واحد الدري صاحبي في واحد البروجي، وداك البروجي ما غاديش يخسر، غادي ندير واحد لافاج. المهم كلا لها دماغها عاوتاني، بحكم انها كتبغيه. شوف هنا في كتخدم العاطفه، سبحان الله العظيم. يعني العقل كيديزاكتيف، الانسان ما كيبقاش زعما يخمم بعقله، كيولي يخمم غير بالعاطفه. وسيرتو ان هي مني مشات معاه وضحات معاه، حتى والديها حتى هما تقلقوا عليها واحد شويه، وبحال قالوا لها انت اختاريتي داك القرار ديالك، دونك اسيمي لي كونسيكونس، زعما داكشي اللي غادي تحملي، داكشي اللي غادي يطرا لك من بعد. المهم بقات معاه عاوتاني، باعوا الدار مشاو كراو. السيد ضرب الفلوس هاد المره في 6 شهور، يعني ضربهم بسرعه من المره الاولى. وجاو يبرك معاه في الاخر، قال لها غادي نطلقوا، غادي نتفارقوا، خصني نمشي لبرا، انايا مابقاش عجباني العيشه هنا في المغرب. المهم خلى طلقات معاه، خلى ليها وليد في عنقها، وبيعها دار وبيعها محل. الحمد لله بعدا امينه والديها، الحمد لله بعدا ميسرين، وان الحمد لله انها ما انتحراتش ولا ما دارش شي رياكسيون بعدا اللي غادا تضرها في صحتها. قالت لي انا دخلت في اكتئبت لمده ديال عامين. قالت لي ما كنخرجش من الدار، قالت لي ما بقاش عندي الوجه باش نشوف والديا. قالت لي رجعت للفيلا ديالنا في الرباط مع والديا. قالت لي وليت ما كنخرجش من بيتي، يعني تأزمات دخلت في واحد الاكتئاب حاد بسبب هذاك الطلاق، وبسبب داكشي اللي طرا لها مع العشيق ديالها. بحكم انها حتى ما كانش عندها تجربه من قبل، كان اول انسان في حياتها وتاقت فيه وغدرها بهذا الشكل هذا. وفي الاخر يعني الخيبه في هذا الشيء كامل هو انها مشات تزوج هذيك البنت اللي اختاروا ليه دارهم. قالت لك هذيك الدقه زعما هي ما همهاش الحانوت اللي باع ليها، وما همهاش الدار اللي باع لها. قالت لك اكثر من ديك الدقه ديال مشى وطلقها ومشى تزوج بديك الانسان اللي اختاروا ليه دار. كانت هذه القصه ديال امينه يعني عاودتها لكم باختصار. دابا غادي ندوز معكم القصه ديال حمزه.
حمزه واحد الشاب اللي في الثلاثينات من العمر ديالو. كان واحد الشاب اللي ما عندوش تجارب في الحياه بزاف، يعني كان كيقرا مزيان في الصغر ديالو كما كيعاود ليا، وكان من دوك الناس اللي متفوقين دراسيا، وما كان زعما عنده مع داكشي ديال يتعرف على البنات ولا يتصاحب معاهم ولا يخرج معاهم. المهم قال لي شديت الباك ديالي بمونسيون، مشيت درت الدراسات العليا، قال لي وليت مهندس دوله. من بعد مني تخرج توظف في واحد الشركه بواحد الراتب اللي كبير تبارك الله. مشى لاوروبا وخدم شويه وجا دخل عاوتاني للمغرب وحل واحد البيرو ديالو وبدا خدام. قال لي واحد النهار وانا نتعرف على واحد السيده، قال لي هي جات عندي المحل، بغات تبني شي بارطمون، كان خصها باش تاخذ واحد البلان ديتود من البيرو ديالو بحكم انه هو مهندس دوله. جات عنده دخلات تعرف عليها، من بعد ربط هو ويا واحد العلاقه، يعني واحد الصداقه. من بعد طورات هذيك العلاقه ومشى خطبها في دارهم وتزوج بها. من بعد مني تزوج بها السيده بدات كتقول ليه خصني نخدم، خاصني ندير، خاصك دير لي بروجي ديالي، خاصك دير لي دار في سميتي، خاصك دير لي طوموبيل. يعني انه السيد بحكم انه كان كيبغيها وكانت هي الاولى في حياته، يعني قال هذه مرتي ماشي مشكل غادي نضحي معها. خدا ليها الدار، شرا لها واحد البارطمون كتبها لها في سميتها، ابارطمون دو ليكس يعني فوق من 80 مليون كما كيعاود ليا حمزه. وشرا لها سياره تقريبا بواحد 35 مليون. وعاد باش الذهوبات وداكشي ما نهضروش عليه، يعني كل مره كيشري ليها الذهب ولا هي كتاخذ من عنده الفلوس كتمشي تشري الذهب، ودار لها الفلوس في البنكه. قال لك في الاخر ديال العلاقه اكتشف الخيانه ديالها، كانت كتبغي شي شخص اخر، وداك الشخص من بعد غادي يعرف بانها راه خطبها وما عطاوهاش ليه دارهم وهي بقات معاه على علاقه. ومن اكتشف حمزه داك الشيء يعني تصدم الدري، كيقول لي خسرت عليها فلوس صحيحه، وفي الاخر كنشوف دات لي رزقي ودات لي بزاف ديال الحوايج وقالت لي الا ما عجبكش الحال طلقني، وطلقها دات ليه تقريبا يعني مبالغ خياليه، بحكم ان شرى لها ابارطمون شرى لها سياره، وكان كيشري لها الذهب بزاف. وعاد باش الفلوس اللي عطاها اللي كان كيعطيها في الكونت ديالو بحال الكونت ديالها، وهي كانت كتهز فلوس كثيره من الكونت ديالو كتحولهم من الكونت ديالها. يعني كما غادي نقولوا بحال نصبت عليه في هذا الزواج هذا. يعني الزواج هي كانت عارفه شنو كدير. الزواج قال لي ما فتش معاها 8 شهور ديال الزواج، قال لي دات لي فيه اكثر من 150 مليون. دونك هذه هي القصه ديال حمزه. حاولت نختصرها لكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، بحكم اننا غادي نديرو فيه جوج ديال القصص. كنشكركم الا وصلتوا معايا حتى لهنايا. ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق يعني شنو تبغيو نسميو هاد الحلقه هذه، وشي كلمه زوينه نخليوها لامينه ونخليوها لحمزه، بحكم انهم من المتتبعين ديال القناه ديالنا وكيشوفوا الحلقات ديالنا. كان معكم سفيان من قناه عيش تشوف. الا كنتي مازال ما مشاركش شارك معنا في القناه باش تولي من العائله ديال عيش تشوف. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، نضرب لكم موعد في حلقه جديده ان شاء الله.